السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم في فيديو جديد. في الساعات القليلة الماضية انتشرت صور ومقاطع فيديو غير أخلاقية نسبت للفنانة السودانية إيمان الشريف، وانتشرت الصور والمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم. وفي هذا الفيديو نوضح لحضراتكم ماذا يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تعتبر الفنانة إيمان الشريف أم ناصر من الشخصيات الفنية البارزة التي تظهر نشاطا يوميا على منصات التواصل الاجتماعي. يتمثل هذا النشاط في نشر العديد من المنشورات التي تحمل معها تفاصيل حياتها وأنشطتها ومشاهد من حفلاتها ورحلاتها. تستخدم إيمان الشريف ببراعة الصور والمنشورات للتعبير عن تألقها الفني ونجاحها اللافت والذي يحظى بإعجاب العديد من متابعيها. ومع ذلك لا يمكن تجاهل أن بعض الصور التي تقوم بمشاركتها تثير جدلا واسعا في بعض الأحيان. عرفت إيمان الشريف بمشاركتها المتميزة في العديد من الفعاليات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. شاركت أيضا في حفل خاص للجالية السودانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقامت بأداء حفلات في عدد من الدول الأخرى، كما انضمت إلى نخبة من الفنانين الكبار وقدمت أعمالا غنائية جديدة متميزة بأنماط موسيقية متنوعة. وقامت أيضا بالتعاون مع عدد من الفنانين في ثنائيات مثيرة، وشاركت في حفل تكريم خاص للفنان الراحل نادر خضر رحمة الله عليه. إيمان عبد الله الشريف هي فنانة سودانية شهيرة تنحدر من ولاية الجزيرة. بدأت مشوارها الفني من جامعة ويد ميدان الأهلية، ومن ثم انطلقت بعد ذلك إلى عالم الفن. تجمع إيمان الشريف ما بين الجمال والموهبة، وقد أطلق عليها أصدقائها لقب حتة، وهو لقب يحملها بكل فخر. وإحقاقا للحق الصور ومقاطع الفيديو الغير أخلاقية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة للفنانة السودانية إيمان الشريف قولا واحدا هي صور ومقاطع فيديو مفبركة وملفقة وغير حقيقية.